نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلات احلى النبي العامر، وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة، زينك شحال. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اولا وقبل كل شيء كنشكر الناس الجدد اللي انضموا للقناه ونقول لكم مرحبا بكم، وكنشكر الناس اللي معايا من بدايتي حتى لدابا. الشكر الجزيل والتقدير وكلمه شكر قليله جدا في حقكم. لو بغيت نتقاس معكم الزيتون الاسود مشرمل وعلى طريقتي وتعرفوا اشنو درت فيه والمقادير، تبعوا الفيديو حتى الاخر. نتمنى لكم فرجه ممتعه. وكما العاده قبل ما ندوزو ناخذ المقادير نصليو على الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندوزو المقادير. المهم وقت الزيتون هذا بغيت نشارك معكم طريقتي في الزيتون الأسود المشرمل، طريقة اللي كتعجبني صراحة، سهلة والمقادير متواجدة في كل بيت. فقط إضافة أخرى غادي نزيدها معكم اللي كتجي لذيذة جدا في الزيتون، غادي نتقاس معكم وتعرفوها دابا. عندي الزيتون الكحل من طبيعه الحال كميه لكم حريه الاختيار وشحال بغيتو. عندي هنايا المعدنوس ماشي القزبور، المعدنوس. عندي هنايا الزعتر يابس او خضر، لكم حريه الاختيار، واحد الحامضه او سيترونه. عندي هنايا الثومه الكميه اللي بغيتو على حسب الكميه ديال الزيتون اللي عندكم، واحد الفلفله حاره والبسباس اللي انا كنزيدو صراحه في الزيتون كيعطيه مذاق رائع وخطير جدا، ديروه على حسابي. عندي هنا الزيت البلديه، معلقه ديال القزبور حبوب، معلقه ديال الملحه صغيره، معلقه ديال الكمون مطحون، والهريسه الا كانت عندكم الفلفله ماشي حاره بزاف ولا اللي كتعجبكم الحروره بزاف. انا غنكتفي فقط بهذه، انا زدت لكم هذه غير المعلومات باش تعرفوا. غادي نخلطوا المقادير كاملين نرميهم في الزيتون ونشرملوا الزيت ديال الزيتون ديالنا وتشوفوا النتيجه في الاخير كيفاش غتطلع. بالنسبه للملحه انا زدت الملحه لحقاش الزيتون عندي ما مالحش بزاف، اما الا كان عندك الزيتون مالح فما ديريش الملحه، اكتفي فقط بالحوايج الاخرين. باش نحتفظ به ايضا تقدر ديريه في قاروره او في السوبيره تاع الزجاج او بلاستيك، لك حريه الاختيار والمتوفر عندك. غنديروه هنايا ونديروه في الثلاجه من بعد يومين او 3 ايام كيكون المذاق ديالو اروع والذ، وتبداي في الاستعمال ديالو. تحطيه في الفطور، تحطيه مع كطبق جانبي مع الاكل، وقت ما بغيتي كتستعمليه صراحه لذيذ في المذاق ورائع. وهذا غنزيد ليه الهريسه، بغيتو يكون شويه حار اكثر. وهذا الوليدات صغار ما كيقدوش على الحار.
لذيذ جدا لذيذ جدا. أتمنى من كل أعماق قلبي أن الوصفة راقت إعجابكم، استمتعتوا بالمشاهدة والمتابعة. يتجدد لقاؤنا إن شاء الله في فيديو قادم إن كان في العمر بقية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تركتكم بين أيدي الرحمن ليرعاكم، وإلى الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.